وي مرحبا بك سي المعزوزي معنا على موقع دوزام لايف كوم. تحية لك سي المعزوزي. تحية لك وتحية لجميع الإخوة. المعزوزي تيروج داخل الكواليس ديال الوداد ان المعزوزي انك غتفك الارتباط ديالك بالوينرز، يعني شنو الصحة ديال هاد الاقاويل وهاد الشيء تيروج؟ كنظن ان الهضره هذه بعدا لا تسال انا نرد عليها. وثاني فكر ارتباط، اللي كتسمع فكر ارتباط يعني انسان مرتبط بعقد ولا مرتبط بخدمه ولا بشغل. هذه مساله فقط هي روحيه، مساله حب وعطاء كنا كنعطيو. ما يمكنش تفكر ارتباط من شي حاجه كاينه في الدم ديالك، فهمتيني؟ اللي حب الوداد، حب المجموعه ديالك اللي هي وين 2005. ما كاينش اصلا مناصب، ما كاينش حنا عائله. وهاد الهضره كلام فارغ وما يستاهلش الرد ديالو. والوقت اللي خاص الوداد ان كل شيء يتجند بسبب مصلحه الوداد كتروج هاد الاقاويل هذه وهاد البسالات هذه بصراحه عباره. داكشي اللي قريت ما اثر فقط الدهشه ديالي كيفاش بعدا منطقيا هذيك الهضره ما كيفكر ارتباط. يعني انسان بحال كان كيشتغل ما كناش كنشتغلوا، كنا فقط حنا ناس كنبغيو الوداد وكنا كنديروا داكشي بحب ومازال كنديروه وباقيين، وشي حاجه كاينه في الدم ديالنا راه ما عمرها غتشيد. هذه واش هاد الاطار ديال وينرز ما منعتكش تحدث باسم ديالها؟ يعني ما كانش منع الحديث بالاسم ديال المجموعه؟ لا بعد الخروج من السجن. نعم. بعد الخروج من السجن تغير بزاف ديال الحوايج بطبيعه الحال. نعم. بحالاش اخطاء ارتكاب في الماضي ما خصش تبقى ترتكب، لان ملي كتخرج كنا كندويو كنوليو كنتحملوا المسؤوليه ديال الناس ديال كل شيء، فهمتيني؟ نعم. والناس كيشوفوا غير داك الشخص اللي كان كيدوي هو كيتحمل المسؤوليه كامله. انا كما قلت لك قبل، انا كنت ضحيه ديال الحادث ديالي اللي كانت شويه ناريه ما كترقش البار، وانا كنفتخر بها وما ندمش عليها. ولكن نعم. ما الطريقه ديال العمل ديالنا تبدلت دابا. الطريقه ديال لا كومونيكاسيون ديالنا كاينه في لاباج ديالنا فيسبوك، كاينه في لي ريونيون، كاينه لا بغينا نهضروا على شي حاجه راه كاين هناك فقط ما يسمى بالكومينيكي. نعم. يعني كومينيكي يمشي لابريس، يمشي المعنيين بالامر دون معرفه، لان حنا المغاربه ديما كنحاولوا ما كنرتبطوش بالافكار، كنرتبطوا بالاشخاص. هو الشيء اللي فهمتيني في الفكر ديالنا المغربي. ما كاينش شي واحد يمنعني من التكلم. وكنظن ان تمثيل دابا ديال العطاء وديال الانخراط في الوينرز. ما كنظنش ان غيمنعني شي واحد ولا شي واحد عنده سلطه ادبيه عليا. كما قلت لك حنا في فاميلا بالدارجه ديالنا فيها الاخ الاب، فهمتيني؟ كل واحد كيصلح الاخطاء ديال الاخر. غير هو المساله تبدلات من الظروف اللي مريت بها كما كتعرف. كاين هناك ضغط اسري ما خصكش تبقى دير، ما خصكش تبقى، فهمتيني؟ شبال سيرتو انت الهضره ديالي ديما ما نكذبش عليك، الكلام ديالي كيكون بعض الخطرات جارح للبعض صراحتي الزائده ما نقدرش نبدلها. ولكن الجروب هاو كيفاش، لان كنظن لان كون حيدوني من عودي كانوا غيديروا شخص اخر كيتكلم. والحقيقه ان ما كاينش شي شخص اخر كيتكلم، فهمتيني؟ كون كان تبديل وزيدونا كما قلت لك ماشي مساله مناصب، فقط حنا جند الوداد كنخدموا في مصلحه الوداد. نكون غير واحد كيسكوتشي بلاستيك، فراه يكون هذاك هو الشرف الكبير ليا، ان كل واحد كيعطي من الجانب ديالو. ما كنظنش ان هذه المساله كاينه. هذيك المساله فقط شوف، هذا الشيء كامل عنده واحد السبب اللي هو انا ما كنرقش للبعض. وكاينين بعض صراحه نقولوها، كاين ناس في الرجاء منخرطين، ما نكذبش عليك، كيخدموا الفريق ديالهم، كيخدموه وكيضحيو مع الفريق ديالهم، وهذا الشيء من حقهم. ولكن في المقابل في الوداد ما عندناش هذه النوعيه، عندنا نوعيه اخرى. هذه النوعيه الاخرى بحال قلت خدامه عند دوك الناس. يعني كيشدوهم كما قلت لك، تقدر تمشي مع 12 على الليل في واحد المقهى في الزرقطوني غتلقى عباد الله جالسه كتحفظ اش تقول. ناس اللي اتصلوا على الوداد اللي جايين باغراض اخرى، اللي مضارب على ورش وباغي يبان، باغي يوصل للسلطه، اللي باغي يبان عند البوليس، اللي ولا اديب وكاتب وهو ما عندوش وقيلا الادبيات ديال الكتابه ولا
ولا الاسلوب ولا البكالوريا بصراحه عباره اخرى، وتلاحوا لهذا المجال رغبه فقط في الظهور ويبانوا وكذا. الدافع ديالي انا ملي كنت كنهضر وكمازال كنهضر مازال غنبقى نهضر هو حب الوداد، والحمد لله تاريخ ربيع. يعني الانسان نعم. لا نكمل لك. الانسان اللي قلت تطرد من الوينرز، اللي كيتطرد من الوينرز هو اللي خان الوينرز، يعني دار جروب اخر ولا مع جروب اخر ولا خرج الاسرار ديال الجروب، وكنظن ان الحالات راه معروفه، ولا انه سرق ولا باع. انا ما الحمد لله بعيد عن المسائل الماديه، ما كنقابلهاش. وثاني حاجه اللي قال انا بعت المبادئ ديالي، يجيب لي شنو بعت، لان يجيب لي شنو بعت. اش الحاجه اللي سكتت عليها ما عمري سكتت وما عمري غنسكت. شوف نعم كما كيقولوا المصريين دماغي قزمه قديمه، راسي قاصح، فهمتيني. ما غنتهرس لحتى شي واحد، وانا بحالك، انا تخلقت بحالك، فهمتيني. والحمد لله راه كاينين شي حوايج. انا عندي 30 عام انا في عمري، كاين حوايج اخرى خصني نرد البال، لان الولاد محتاجه الناس اللي غيعطيوها. لان الا بقيت جالس مقابل، فهمتيني، انا طرات لي بحال هكا مرحله انتقاليه، خاصني نقلب على 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 على, على مستقبل نبنيه باش نقدر نكون منتج اكثر. والحمد لله كنفتخر بحاجه واحده، ان في الوينرز كاين جيل صاعد اللي هو كاين تبارك الله دراري مزيانين، فهمتيني. ما خصناش نبقى ديك المشكل ديال انا نفرح ملي نلقى ناس اللي قدروا يقوموا العمل وحنا ندخلوا ونكونوا معاهم، وهذاك الجيل يجي جيل من وراه وهي غاده. الرساله تبقى غاده. المهم ماشي بقى عندهم ضد ديما انا كنركز عليها. مش مسألة الاشخاص، مسألة احنا نموتوا ولكن الافكار ديالنا بحال اعراس من الشموع غتنشافض ملي نموتوا حنايا، يعني غتولي تذوب وغتولي افكار من جديده تنشافض من هذاك الركود ديالها من نمشيو حنا ولا، فهمتيني. هذا ديال اسسنا فكره، مبدا وينرز كفكره، وغتبقى ماشي كاشخاص. الناس اللي دويت لك عليهم كيخدموا بهم. نعاود لك واحد القصه. في الصيف كان اكرم رئيس الوداد وصف احد الاشخاص بانه جرثومه وانه مرتشي. نعم. ياك، وكنظن انه الوحيد في الجمهور اللي قال عليه اكرم مرتشي هو ذاك الشخص. حنا من باب الغيره ديالنا ومن غير بقى فينا ذاك الشخص، لانه بالعربيه تبهدل ولا بهدل وفهمتيني هو صغيور وزاد صغار. وقفنا معاه وكذا، ولكن ثبت ان فعلا انه جرثومه كيستعمل جميع الوسائل ديالو باش كيدير الفتنه. والغرض ديالو ماشي هو الوداد، لان الشخص ما كيتكلمش على الافاق المستقبليه للوداد، بل فقط يتكلم على المشاكل. واظن انه بصراحه العباره عميل، وصراحه انا ما بغيتش نرد عليه ولا نسميه انه الغرض ديالو غير انا نسميه وعاد ما نقولش انا باش يكبر. حنا كنتناقشوا الوداد كبيره، كنناقشوا الوداد كمساله كبيره، حنا كبار. يعني ما ناقش انسان صغير اللي مشكوك في الوداد ديالو. يعني انت تعتبر ان هذا الشخص هو وراء ترويج لهذه الاشاعات؟ شوف هذا الشخص هذا كيروج لهذه الاشاعات وما مصلحتوش يبقى المعزوزي، حيت المعزوزي في اي لحظه يقدر ينشافض، فهمتيني، ويخسر راسو، وخص يبان امام المكتب انه انسان اللي حاكم وكذا. هذا هو الغرض ديالو. الغرض ديالنا ما يكون هادشي. وانا عندي الاخوه ديالي، انا الوينرز ديال عائلتي هما خوتي. دوزنا حلوه مره، ما يمكنش ليه هو يدوز داكشي اللي دوزنا حنا. شحال من مره بتنا في التيران، شحال من مره بتنا في ديبلاسمون، شحال من مره كنا في الحلوه. المره هادشي صعيب عليه يفهموا. عقليته الجمعويه ما تقدرش تستوعب عقليتنا كالترا. سؤال اخر كان من الاشياء اللي راجعت كثير واللي كنا ذكرناها في موقع دوزام لايف، هو انك ما تتابعش المباريات ديال الوداد في داخل الفراج الودادي. شنو الصحه ديالو؟ شوف باش نكونوا واضحين، تلعبوا جوج لقاءات في الدار البيضاء ياك. تلعب ماتش ديال الماس والماتش ديال الاخير ضد سميتو ضد بركان. نعم. الحمد لله التيران كامل شافني كاين وحاضر، فهمتيني. شافني حكيت حاضر. العفو. تفضل. وانا ما علاش عليا نبقى ندير شي حاجه باش نبان انني حاضر، فهمتيني. انا كنجي نتفرج في الوداد، كنت نتفرج حيت كنبغي الوداد، حيت وينر في الفيراج، حيت وينر نقدر نمشي نتفرج في التريبين. نعم. ولكن انا كنجي نتفرج في الفيراج لانني كنعتبر بلاصتي كوينر هي في الفيراج. كنحضر نتفرج في اللقاءات، وما كنظنش ان شي واحد يقدر يمنعني.
وشكون هو هذا اللي غيقدر يمنعني. نعم. كما قلت لك جايب جروب الناس داروا فينا العيب في الجروب ما منعناهمش من الملعب. فما ادراك بشخص اللي خلص الحريه ديالو شمال بزاف ديال الحوايج. ونقول لك على القضيه دي ماشي من. نعم. ولكن انا بالنسبه لي هذاك وسام كنعلقو ديما على كشافي وكنفتخر بهذه القضيه. الحمد لله دافعت على الجروب ومشيت. نعم. شامان ديال مقاطعه الديربي وشامان ديال بزاف ديال الحوايج كنطالبش بهم وتفهموا بالغلط، ولكن داك الشيء جزائري. نعم. يمر على الانسان وداك الشيء مكتاب. نعم. مكتاب تصرف. ولكن الحمد لله حنا 10 فاش كنسواو. ولكن اشخاص اخرى ما عمرها تقدر تضحي علاقه بالوداد. ما تبقاش تهضر على الناس الشرفاء. في الصيف كان واحد اللاعب سميتو سعدان. هذاك اللاعب ديال كيلعب في الامال ديال الرجاء. نعم. كان كيلعب كان لاعب جيد. شفنا هذاك الوداد هذه وهذه وبزاف ديال لقيناه في الفيراج. لقيناه وينر كيجي يتفرج للسقف كوتش كيجي معدنا كيجلس معنا. ابدا الرغبه ديالو في اللاعب ديال الوداد. سولنا عندك كونطرا ما عندكش هذه؟ قالنا مرحبا. واحد الاصدقاء ديالنا اتصلوا باكرام اتصل بخبراء تقنيين وهذه اكدوا لي ان اللاعب فهو لاعب جيد يعني همزه. نعم. اللحظه اللي حنا غاديين باللعاب لوطيل والسياره ديال واحد الاخ حتى هو صار معايا 8 لون ديال السياره اللي قلات الدري. نعم. اللي وصلت للوطيل عرفوها الناس ديال الرجاء وعيطوا لي سير بلاص ورجع الرجاء. وحاليا دابا راه هو هذا اللاعب هذا هو اللاعب الوحيد اللي كيستدعيه فاخر مواليد 94 وكمشى معاهم حتى لتركيا واللاعب سعدان. بسبب واحد الجاسوس باش يبان قدام الرجاويين صحابو في القهوه اللي كيما عرفتش يوكلوه ولا كيشربوه ولا ما عرفتش كيديروا ليه باش يبان انه واعر كيبارك لهم. حنا بغينا نمشيو نجيبوا بطوله بزاف ديال الاشياء تكون مقرب من الوداد. ما يمكنش تخرج انت خبر ديال الوداد مسلفه الود ما عندكش باش تخلص. راه منا فينا. وهاد الاشخاص حنا ملي قررنا ان نحبسوا عليهم المعلومات وداك الشيء بطبيعه الحال ما ناقش لهم. بداو كيقوموا بالفتنه بيني وبين بعض الدراري. ولكن الامور كترجع ديما المكان ديالها. علاش؟ حيت العلاقه ديال 8 سنين راه قويه. بنادم كيعرفك اش كتسوق كله عاد باكشو على ظهره. ونقول لك انا ما بغيتش نرد على هذا الشيء لان هذا الشيء هو بالتفاهم بما كان باش نرد عليه. انا شي صغير قد مولا هادشي صغير قد مولا اللي مخرجه مولا تا هو صغير مخرج هادشي تا هو صغير. سي المعزوزي اكيد انك وضحتي اشياء كثيره وضحتيها ما يروج داخل الوداد وداخل انا هذا رساله بغيت نوجهها. محمد المعزوزي نقول لك محمد المعزوزي واحد من الاف ما كاين حتى فرق بينه وبين الاخر. سواء كان في هذا المركز ولا كان في مركز اخر. لازم اخ تعرف انه مجنون بحب الوداد. ومسكون بشي حاجه خاصه ان الوداد تكون على قمه. وما عمر تصرفت لي شي كلمه تقالت على الوداد وما عمرني غنسمح لشي واحد يهين الوداد. وغنبذل اي حاجه نقدر نديرها في السبيل. واي حاجه ضحيت بها ما نادمش ضحيتها حيت انا عارف راسي ضحيت على قول الحب. وهادشي اللي عطانا الله. هادشي ورثناه من الاباء. نعم. فهمتيني ورثناه من الاباء. ما الحب في الدم ما تقدرش تحيدو. كيت اللي جا البارح من اقليم شي الشوكه ولا ما تنين جاي وكيدعي تا وداديت. حنا ما تسنيناش شي تنفتح لنا فلوس من السما باش نبغيو الوليد نبانو. حنا كنا كنبغيو ما عندنا والو وكنبغيو دابا ما عندنا والو. الحمد لله. ولكن الحمد لله على كل شيء. كنحاولوا نبنيو حياتنا بالموازاه مع هادشي. حيت الوداد خاصها ناس اللي يقدروا يعطيوها ماشي ناس اللي ياخذوا منا. نعم. المعزوزي كيفاش تشوف دابا الوينرز دابا يعني في لا شوف يعني الامور كلها مزيانه كل شيء. الامور من نهار. نعم. المشكل ديال السيطره اللي كان. نعم. الامور فهي على ما يرام. وكل سيمانه كنشيدوا كيشيدوا بينا الناس برا بداك الشيء اللي كنديروا بداك الشيء اللي كنعطيو. ولكن حنا ماشي الغرض ديالنا هو ديك الاشاده. الغرض ديالنا هو داك الدعم. هذاك الشيء اللي كنديرو يتحول لدعم ايجابي للعابه. للاسف هذه المره كان تيفو جديد. نعم. ولكن ما كتملتش الفرحه لان الفرحه ديالنا كما كنقولوا هي الوداد. حيت اللي جابنا لهذا الشيء هو الوداد. ملي كتخسر الفرقه بحال ما دارش حتى شي حاجه. وطبيعه الحال